ركب طارق بن زياد البحر، لم يكن بمفرده، بل كان رفقته رجال عاهدوا الله على الموت أو النصر، أبطال صعدوا متن تلك السفن الخشبية القديمة وقلوبهم تدق بغير ما اعتاده البشر. توجهوا نحو المجهول، نحو الأندلس، في مهمة انتحارية. كانت الأمواج تتلاطم على هياكل السفن بضراوة، كل موجة تحمل معها همسا خفيا عن مصير غامض. هل ستصل هذه السفن؟ هل سيعود أحد منهم؟ البحر الهائج لم يكن سوى ستار كثيف يخفي وراءه فجرا جديدا، أو ربما نهاية كل شيء. تابعونا لتتعرفوا على القصة كاملة بكل أحداثها المثيرة. المرحلة الأولى، التخطيط للفتح لم يكن عبور المضيق مجرد قرار متهور، بل كان نتيجة تخطيط دقيق وحليف غير متوقع تخطط دام قرابة سنة في مملكة الغوط الغربيين التي كانت تتهاوى تحت ثقل الظلم والفساد. كانت هناك شخصيات تبحث عن فرصة للانتقام، كان على رأسهم الكونت يوليان حاكم سبتة. لم يكن يوليان خائنا لوطنه بالمعنى التقليدي، بل كان رجلا يرى في الملك لذريق رمزا للظلم الذي أهان شرفه. في الخفاء بدأ يوليان بالتواصل مع موسى بن نصير والي إفريقية. لم يقدم له المساعدة فحسب، بل قدم له كنوزا لا تقدر بثمن، معلومات دقيقة عن نقاط ضعف المملكة القوطية وتحصينات المدن ومواقع الحاميات العسكرية. كان يوليان هو الجاسوس الذي فتح الأبواب من الداخل، وكانت نقطة الشرارة التي كان يحتاجها المسلمون لبداية تنفيذ الخطة. وقبل المغامرة الكبرى أرسل موسى بن نصير سرية استطلاعية بقيادة طريف بن مالك. كانت مهمة طريف ليست مجرد الغزو، بل اختبار رد فعل القوط. نجحت السرية في العودة بغنائم ومعلومات تؤكد أن دفاعات القوط أوهن مما تبدو. حينها أدرك طارق بن زياد أن الفرصة قد حانت. المرحلة الثانية، العبور والصدمة الكبرى. عندما عبر طارق بجيشه الصغير الذي لم يتجاوز 12,000 مقاتل إلى أرض الأندلس، كان قرارا مصيريا. لكن الصدمة الكبرى لم تكن في العبور نفسه، بل فيما قام به طارق بعده. تجمع الجنود على الساحل وقلوبهم ممزوجة بالإيمان والخوف. نظروا إلى البحر من ورائهم ورأوا سفنهم التي نقلتهم إلى هذا المصير المجهول. ثم رأوا طارقا وهو يأمر بإحراقها. اشتعلت النيران وارتفعت ألسنة اللهب في السماء، وضاقت العيون بالدهشة. لم يعد هناك مفر. كان هذا القرار القاسي هو أقوى خطاباته. كانت رسالته واضحة: إما النصر أو الموت. لم يترك لجنوده أي خيار سوى الاستبسال. في تلك الأثناء كان الملك لذريق منشغلا بإخماد ثورة في شمال المملكة. وصلته أخبار عبور طارق، لكنه استخف بها في البداية. اعتقد أنها مجرد غارة صغيرة وسرعان ما سيقضي عليها. لكن الأخبار توالت وحجم الخطر أصبح واضحا. فقام بجمع جيشه الهائل الذي قدر بأكثر من 100,000 مقاتل، وتوجه مسرعا إلى الجنوب. المرحلة الثالثة، معركة 8 أيام والمفاجأة الحاسمة على ضفاف وادي لكة. التقى الجيشان. كانت المعركة غير متكافئة بشكل مرعب. كان جيش لذريق يقاتل بأسلحة ودروع فاخرة، بينما كان جيش طارق يقاتل بإرادة صلبة وإيمان لا يتزعزع. استمرت المعركة ل8 أيام متواصلة من القتال الشرس. كان جيش القوط متفوقا في العدد والعتاد، لكنه كان ممزقا من الداخل. وبينما كانت المعركة في أوجها، حدثت المفاجأة الحاسمة التي قلبت الموازين: انسحاب فرقتين كاملتين من جيش لذريق. كانت هذه الفرق تابعة لأشراف القوط الذين كانوا يكرهون الملك ويرغبون في سقوطه. كان انسحابهم بمثابة طعنة في ظهر الجيش القوطي، مما أحدث فوضى كبيرة في صفوفه. لم يتوانى طارق عن استغلال هذه اللحظة. وجه هجوما مركزا على قلب جيش لذريق، وفي غمرة المعركة اختفى الملك لذريق نفسه. لم يعثر على جثته، ولكن وجد حصانه الأبيض في بركة من الطين، ومعه أحد خفي، مما يشير إلى أنه غرق في الوحل أثناء محاولة الهرب. كان مصير ملك غامضا ومأساويا. انتهت المعركة بانتصار مدون للمسلمين. كانت بداية قصة جديدة للأندلس، قصة لم تكن ممكنة لولا تخطيط دقيق ومفاجآت غير متوقعة وشجاعة لا تعرف اليأس. هل ستصل هذه السفن؟ هل سيعود أحد منهم؟ البحر الهائج لم